اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم امين امين امين. النهارده بقى عملت صينية بطاطس بالفراخ، بس صينية بطاطس كده حسيت بريحتها وطعمها نفس طعم صينية البطاطس بالفراخ بتاعت زمان، اللي هو البطاطس دايبة، الجزر دايب، الفراخ فيها نفس كده حلو، الرز برضو طعمه يعني نفس طعم الرز اللي احنا دايما بنشتاق له. مهما عملنا الاكل في بيتنا بيبقى الاكل بتاع امنا احسن، فحسيت ان انا خدت نفس التيست بتاع صينيه البطاطس بالفراخ بتاعت امي بالظبط، فحبيت ان انا اقول لكم الطريقه بتاعتي. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كان عندي شويه دبابيس كده في الفريزر على قطعتين من الوراك، فحضرت معاهم جزر وبطاطس وبصل وقطعتين من الزبدة، نص كوباية زيت، وطبعا صلصة طماطم وشوية كده من البهارات اللي انا هقولكم عليها، ملح، فلفل اسمر، بهارات مشكلة، مكعب مرق الدجاج. مفيش حاجة ازيد من كده. شفتوا بقى سهلة وبسيطة ازاي؟ جربوها وقولولي رأيكم هيكون عامل ازاي، وانا متأكدة مليون المية ان هي بالظبط هتكون نفس طعم صينية الفراخ اللي هي لما بتاكلوها بتحسوا باشتياق كده لفترة معينة من عمركم، زي ما انا بالظبط كده اشتقت لايام اعدادي ثانوي جامعة. كانت ألذ صينية بطاطس انا اكلتها بصراحة. هبدأ ان انا اقطع البطاطس حلقات سميكة بالشكل ده كده علشان تستوي في نفس مدة سوى الوراك. طبعا الوراك معانا او الدبابيس غسلناها كويس جدا وحطيناها في محلول نقع، اللي هو الملح والسكر واللورة والخل والليمون لمدة 3 ساعات. واول ما اتاكدت ان هي ما فيهاش اي ريحه زفاره خدتها على مصفى وصفيتها كويس جدا وبعدين جبتها لكم. هنجيب برضو الجزر معانا. الجزر بنقطعه حلقات ارفع من البطاطس لانه بياخد مده سوى اكتر من البطاطس، فعشان كده تلاحظوا ان انا قطعت الجزر حلقات ارفع شويه. بالنسبه بقى للزبده، انتوا مستغربين ان انا حطيت زبده او ان انا هستخدم معايا زبده. الزبده دي هتدي للفراخ طراوه كده مش معقوله من جوه، كانكم مش بتاكلوا بس فراخ، بتاكلوا حاجه كده جميله طريه قوي ولذيذه جدا. البصل انا عملته حلقات عشان يبقى متناسب شويه مع الحلقات بتاعه البصل والجزر اللي احنا عملناها. تقدروا تقسموها 4 زي ما انا عملت كده، ودي برضو هتكون حلوه ليكم. انا مش عايزه البصل يختفي تماما من صينيه البطاطس اللي انا حطاها، عايزه شخصيته برضو تكون موجوده فيها. اي صينيه موجوده عندكم. انا اخترت ان انا اعمله في صينيه ورده، يعني حسيت ان انا شويه كده رومانسيه في قلب الفيديو ده. طبعا الرومانسيه برضو بتبقى موجوده في الاكل، ولا انتوا رايكم ايه؟ حطينا كل الخضار بتاعنا في الصينيه، وادي البهارات بتاعتنا هنقلبها على بعضها ونحط جزء منها على الخضار، يعني قولوا 3/4، 3/4 كده على الخضار، والربع الباقي هنحطه على الفراخ قبل ما تستوي. هنزل بالزيت بتاعنا. ممكن تستغنوا عن الزيت، بس انا حبيت ان هو يكون موجود لان احنا مش عندنا فرخة كاملة، احنا عندنا اماكن في الفرخة اللي هي مفيهاش اصلا دهون كتير، فعشان كده اخترت ان انا احط كوباية زيت، نص كوباية من الزيت يعني، واخترت اصغر كوباية عندي. فلو هتستخدموا مثلا الكوباية بتاعت الشاي دي فانتوا تحطوا ربع كوباية من الزيت. هوزع الفراخ على الخضار بالشكل ده كده، اي رصة تحبوها انتوا بقى، بس قلت لكم انا في الفيديو ده كنت رومانسية شوية. هبدأ انزل بقى بشوية البهارات الباقيين اوزعهم على الفراخ بالشكل ده كده. الصلصة بتاعتنا بقى عشان تبقى باللون الاحمر الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده، فانا حطيت معاها قرنين من الشطة الاحمر، فده اللي خلى لونها كده. الزبدة بقى هوزعها على صينية البطاطس من فوق، وننزل بالراحة بالتدريج بالطماطم على الفراخ والخضار. نحاول نحرك الصينية عشان الصلصة تنزل في الصينية من تحت. هكذا برضو الصلصة اللي باقية معانا هنوزعها على الفراخ من فوق عشان لما تتحمر تبقى واخدة كمان الفراخ واخدة من الصلصة دي ومن الطعم اللي موجود في الطماطم. هنحطها في الفرن زي ما اتفقنا، درجة حرارة 200.
هتاخد من ساعة لساعة الا ربع. حطيت الصينية اللي تحتها دي احتياطي عشان طبعا لما هتستوي اكيد هيحصل فوران شديد. عايزة اقول لكم ان هي كانت مدية الريحة بتاعتها على فراخ مشوية، على بط، على خضار سوتيه. بصراحة ما كانش ليها حل. البطاطس دايبة دوب، الفراخ نفس النظام، حاجة بصراحة ما تتعوضش. جربوها. خلاص احنا بقينا في الشتاء، والشتاء بيحب الحاجات اللي هي معمولة كتير في الفرن، اكلات، صواني، خضار، فراخ، معمول كله في الفرن. ده غير ان الاولاد لما مش بيحبوا عندك الخضار خالص هيحبوه جدا بالطريقة دي. برغم ان البطاطس موجودة تحت في ارضية الصينية، بس لما بطلعها كده بحسها بتلمع كده ولذيذة وجميلة، ونفسها بصراحة كان تحفة. تعالوا بقى نعمل شوية الرز. والرز ده كان ليه حكاية معايا. انا ما كانش عندي غير حبة شعرية صغيرين جدا، اسكت؟ لا طبعا. قلت هتصرف. بحل على النار، حطينا معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة، ونزلت بجزء من الرز، يعني قولي ربع كمية الرز اللي موجودة معي. رز مصري عادي جدا، مغسول ومتصفي. هنديله تقليبة كده لحد ما يوصل للون الذهبي معانا. هتقولي ايه ده، انتي مش كنتي لسه بتقولي ان انتي هتعملي رز بشعرية؟ ايوه رز بشعريه، بس انا الشعريه اللي عندي كميه قليله جدا، فحبيت ان انا اعمل خدعه كده صغيره في ولادي. وفي نفس الوقت انا بحب صينيه البطاطس بالفراخ دي يكون جنبها رز بشعريه. بس اشتقت في اللحظه دي للرز اللي هو حبه وحبه، اللي هو بيبقى نفسه حلو قوي ده، مع فراخ بلدي او فراخ شمرت. بصراحه يعني مش قادره اوصف لكم، انا كنت في الفيديو ده رومانسيه بطريقه غير عاديه، وعماله افتكر كل ايام زمان. بعد ما الرز اتحمر معايا وصل للون الذهبي الجميل ده، نزلت بكوبايه الشعريه اللي كانت معايا اتحمرت، وبعد كده هنزل بباقي كميه الرز اللي موجوده معانا. في شوربه عندكم مغليه تمام، في ميه مغليه وهنزود مكعب شوربه برضو تمام. ما تحاولوش تعقدوا الامور في الطبخ، حاولوا تبسطوها جدا على قد ما تقدروا. الطبخ ده كده تحسوه احساس، حاجة كده طالعة من القلب. الطبخة لو انت مش بتعمليها وانت حباها كده ومبسوطة وبتعملي بكل حب، وقصدا ان انت تطلعي الطبخة دي ان انت تنبهري بطعمها وتبهري كل اللي حواليك بطعم الاكلة دي، فملهاش لازمة الطبخ. حطيت مية مغلية وهبدأ ان انا اقلب كده بالتدريج علشان الملح ومكعب مرقة الدجاج اللي احنا حطيناهم يدوبوا معانا. الملح يتحط على حسب كمية الرز. هنسيبه لحد ما يغلي ونهدي عليه خالص، وبعدين نسيبه يستوي ونشوف النتيجة مع بعض. رائعة. شايفين الجمال؟ انا كده خدت طعمين اتنين من الرز في حلة واحدة، رز اللي هو حبة وحبة، وخدت كمان طعم الرز بشعرية. انا استمتعت بطعم الرز اللي انا بحبه اللي هو حبة وحبة، والاولاد شايفينه رز بشعرية. مفيش احلى ولا اسهل من كده. خلصت الوصفة بتاعتنا بسرعة، وما شاء الله الله اكبر، كانت ريحتها فظيعة فظيعة فظيعة. عملنا كده زي ما تقولوا حاجة عظمة. جرنشنا الصينية كده علشان العين بتاكل قبل البق، وانتوا عارفين ده مبدئي في الاكل. وهنبدأ بقى نقدم الرز بتاعنا والفراخ. بتول قاعدة جنبي وانا بسجل الفيديو ومبسوطة قوي قوي. البطاطس معانا على فكرة كانت جوسي قوي ومستوية، فما تفكروش ان هي تخينة كده ان ده هيبقى حاجة مش كويسة، لا بالعكس كانت جميلة جدا. ما تحاولوش ترفعوها، لان هي كده ممكن تدوب في الصينية ومش هتعرفوا تستمتعوا بطعم البطاطس، اللي هو اصلا البطاطس كانت شاربة من تتبيلة الفراخ وشاربة من الخضار بتاع الجزر بصلصة الطماطم، وبصراحة حاجة ما كانتش معقولة ابدا. عايزه اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو. باي باي.